ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ حبيت ان اوضح نقطة كده عن الكرياتين، لان في ناس كتير قوي مفكرين الكرياتين مضر وخايفين ياخدوا الخطوة دي، لكن حقيقة ان الكرياتين امن جدا جدا ومعمول عليه ابحاث ودراسات كتير بتأكد بكده. المهم انك تشرب من 3 ل 4 لتر مية يوميا، وده مش بس عشان الكرياتين، لا ده لصحتك عموما. نخش على فوائد الكرياتين. الكرياتين بيساعدك تزود من قوتك وتحملك في التمرين، وكمان بيحسن من الاستشفاء العضلي بعد التمرين، وكمان بيساهم في زيادة الكتلة العضلية طبيعي 100%. مفيش دليل علمي بيقول ان مضر للكلى والكبد الاشخاص الكويسين اللي مفهمش حاجه اصلا، انما الشخص مثلا اللي عنده التهاب في الكلى او الكبد ده اللي هو يبعد عن الكرياتين، انما الشخص العادي السليم مفيش اي حاجه ده عادي ياخد الكرياتين، مفيش اي حاجه. طيب الجرعه المناسبه كام جرام يوميا؟ بص، هي الجرعه المناسبه يوميا من 3 ل 5 جرام. وهل في وقت محدد تاخد فيه الجرعه؟ لا خالص، وفي اي وقت عادي، بس اقول لك انا بفضل اخده بعد التمرين مع وجبه كده. باختصار الكرياتين مكمل آمن وفعال، مكمل غذائي طبيعي 100%، ومش لازم تقلق من استخدامه طالما بتاخد الجرعات الموصى بيها وبتشرب ميه كفايه يوميا. بس كده حبيت اوضح النقطه دي واعمل الفيديو ده، لان في ناس كتير فعلا بتخاف تاخد الخطوه دي وتاخد كرياتين، وبتخاف ان هو يضرهم ويضر الكبد والكلى. وبس كده، سلام.